الصيف اللي احنا فيه والحر الجامد اللي احنا فيه محتاج دايما ان احنا ناكل حاجة ساقعة ترطب على قلبنا وفي نفس الوقت تكون أكلة مشبعة. ما لقيتش أحلى ولا ألذ ولا أجمل من الأكلة دي أقدمها لكم. أنا شيرين حمدي ودي قناتي، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والأهم اللايك وذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طول الفيديو قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نبدأ على طول في الطبقة الأولى من الحلى الصيفي الجميل اللي احنا عاملاه. حطيت شوية زيت حلوين كده، هو شوية سمن بلدي عليهم، وبعد كده نزلت على طول بكيس من الشعرية. طبعا على حسب عدد أفراد أسرتك ممكن تستخدمي الكيس ال 400 جرام، وممكن تستخدمي كيلو كامل من الشعرية زي ما انت حابة. وهنبدأ ان احنا نحمر الشعرية على نار متوسطة، ما تعليش النار بزيادة، وعلشان الشعرية كلها تاخد اللون الذهبي المحمر. احنا مش هنوصل معاها للذهبي بس، لا يعني كسري الدرجة الذهبي كده، هو بتديها طعم ومذاق احلى من لما بتكون ذهبي بس. علشان توصلي للدرجة دي على طول قلبي، امسكي المعلقة بتاعتك الطويلة وعلى طول قلبي كده، ولا عينك تروح ولا يمين ولا شمال، واستمري في التقليب طول الوقت. لو انت هتعملي كوبايتين شعرية، السكر طبعا على حسب الرغبة. طبعا نزلت بالسكر الحبيبات، يعني بتنزلي تقريبا بكوباية الا ربع من السكر، او السكر على حسب الرغبة. لو هتعملي نص كيلو بس من الشعرية، لو هتعملي كيلو يعني تقريبا كوباية وربع، ممكن كوباية. انت بعد ما تستوي ذوقيها كده، لو حسيتي ان ناقصها سكر ممكن وهي سخنة كده على طول تبدأي تحطي سكر تاني. كده بقى هسيب الشعرية بتاعتي بعد ما سقيتها بمية، ويفضل تكون مية بتغلي تقريبا زيادة عن الشعرية بمعدل عقلة صباع. وأول ما تغلي كده وتبدأ تتشرب هبدأ أوطي خالص لحد ما تستوي كده. هنا بقى كل كوباية من الحليب هحط لها معلقة كبيرة هرمية زي ما انتوا شفتوا كده اهو، يعني المعلقة عليها معلقة هرمية كده اهو من النشا، وعليها معلقة من السكر. أنا استخدمت كيلو من الحليب. شوفوا شكل الشعرية، بصوا تقلبيها كده تقلبتين بعد ما تتشرب، تغطي عليها تاني. ذوقيها في الوقت ده، حسيتي انها عايزة سكر حطي كوبايه سكر وغطيها، وهي السكر هيبدا يسيح، ما تخافيش مش هيقرمش ولا اي حاجه. رفعت المهلبيه الحلوه، وطبعا حطيت لها نص معلقه من الفانيليا او كيسين من الفانيليا عشان تفحفحها لي كده. واستمريت في التقليب. بعد التقليب على البارد، التقليب على وانا على البوتاجاز على النار متوسطه، لحد ما بدات تتقل معايا وكانت بالشكل اللي انتوا شفتوه من شويه. فاكرين الذكر بتاع النهارده كان ايه؟ كان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يلا ساكته ليه؟ افضلي قولي الباقي 3 دقايق تقريبا في الفيديو، افضلي قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشعريه منطوره كده مش معجنه، ولونها اللهم بارك زي ما انتم شايفين. ريحتها بقى رهيبه جدا. هبدا ان انا احط كده شويه حلوين كده في الصينيه، وهبدا ان انا اضغط عليهم باي سباتيولا او اي معلقه بالشكل ده. الضغط ده ليه؟ علشان لما اضيف المهلبيه عليها ما تبتديش الشعريه تطفو كده فوق السطح ويكون شكلها مش عاطفي. بصوا بقى المهلبيه هنا هي لسه مش بارده، يعني هي لسه سخنه كده، هو يا دوبك بس ايه صهد النار بدا ان هو يقل منها كده، والبخار بدا ان هو يقل منها. هبدا ان انا اسمي الله. طبعا بعد ما سبت الشعريه كده تهدى كده شويه، مش وهي سخنه كده، هحط عليها المهلبيه وهبدا اقول بسم الله، واحط على طول كل كيلو الحليب اللي انا عاملاه. كل كوبايه من الحليب، لو انت هتستخدمي حتى كوبايتين من الحليب، على كل كوبايه من الحليب معلقه كبيره من النشا، عليها معلقه كبيره من السكر الحبيبات، وقلبيهم الاول على البارد وارفعيهم على النار. اول ما هيبدا بالغليان نص معلقه من الفانيليا، واستمري في التقليب، ولازم التقليب يكون بمضرب علشان ما تكلكعش معاكي. حطيت زي ما انتم شايفين مهلبيه، وحطيت مسكت بقى الصينيه بتاعتي كده واستنيت عليه، حطيتها في الفريزر كده 5 دقايق تشد كده معايا وتبرد بسرعه. وحطيت شرايح المانجا بعد ما قطعتها، كان عندي بس حتتين كده صغيرين في الفريزر. كان عندي هنا عنقود عنب كده اهو، رحت ايه حطيت بقى كده اهو بالشكل الجميل ده. المانجا تطعم لي المذاقات المختلفه اللي موجوده. تخيلي كده بتاكلي طبقه شعريه عليها طبقه مهلبيه، عليها شويه فواكه كده متنوعه. طبعا لو عندك اي نوع فاكهه حطيها. كانت رهيبة جدا، أكلة مشبعة، أكلة كده بترطب عليكي، وكانت والله يا جماعة حلوة لأعلى درجة. هنا بقى بعد ما حطيت كده هو شرايح المانجا وحطيت جنبها شوية العنب، هبدأ بقى أعمل الطبقة التالتة، وهي الجيلي. كوبايتين مية بيغلوا، هنا بيغلوا جامد جدا، عليهم كيسين من جيلي فراولة. دايما بقول لكم استخدموا منتج اسمه منتج دريم. كل ما بجيب اي منتج غير منتج دريم بندم اشد الندم. في منتج اسمه حلو الشام، منتج رديء جدا، اوعي تجيبيه ابدا. هبدأ بقى ان انا في المية اللي بتغلي دي هبدأ على طول اقلب جامد جدا الجيلي بتاعي لحد ما يدوب، لان هو طبعا عبارة عن حبيبات كده اهو رملية من الجيلاتين، بيبقى عايز مية بتغلي يتقلب فيها تماما. بعديها نزلت بكوباية وربع من المية المتلجة، ومتلجة جدا كمان، وقلبتهم كويس جدا، وكده الجيلي بتاعي داب تماما.
طبعًا كده أهو أنا حطيت زي ما قُلت لكم كل شوية كنت باحط الصينية بتاعتي في الفريزر علشان تشد كده معايا، وأبدأ على طول أقول بسم الله وأحط الجيلي. الجيلي هنا بارد تمامًا، لازم يبقى بارد حتى مش دافي. وبُصّوا أنا هنا مسرّعة الفيديو، لكن أنا باحطه ببطء شديد. لو أنتِ حطيتِ كده أهو مرة واحدة هتلاقي الجيلي تغلغل جوه المهلبية والشكل ما بقاش عاطفي نهائي. لازم طبعًا تحطي الفاكهة قبل ما تحطي الجيلي، وتغرزي الفاكهة جوه المهلبية كده. ممكن تغرزي علشان ما يطفوش كده، والعنب بتاعِك يبدأ إن هو يروح يمين وشمال، والمانجا تبدأ إنها تطفو. هابدأ بالراحة خالص زي ما قُلت لكم أحط الجيلي كده وبس كده. عايزاه كده أهو تاكليه بعد ساعتين والّا ساعة، حطيه في الفريزر لمدة ساعة زمن هيطلع رهيب. حابة إن أنتِ مش مستعجلة عليه وهتاكلوه في المساء والسهرة، يبقى هنحطه تحت لمدة 4، 5، 6 ساعات كده لحد ما الجيلي بتاعي يجمد. ما تتخيلوش طعمه لذيذ قد إيه. هاتي جيلي فراولة، ممكن لو أنتِ مش بتفضّلي جيلي الفراولة أوي، هاتي جيلي مانجا، جيلي خوخ، أي حاجة ما يحلو لكِ هاتيها على طول. بُصّوا بقى الطبقات متماسكة، طعمها رهيب، مُشبعة جدًا، روعة. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، وما تنسيش أنا شيرين حمدي ودي قناتي. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، والأهم اللايك ذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله